يعني انا لما بشوف والدي بيحكي مثلا على بطوله مش عارف 93 ولا 86، انا مش فاكر، اعتقد 93. الزمالك ضيع، كان هو واصحابه في الماتش. الزمالك ضيع ضربه الجزاء الاخيره وخلاص، اللعيب بتاع كوتوكو هيدخل، لدرجه ان لعيبه كوتوكو راحت تحتفل. كان زمان بتاع ده اسمه ايه، الكاس بيتسلم تحت تقريبا في الملعب، وحاطينه كده خلال المباراه يعني. فلعيبه الاحتياطي خلاص راحت عندنا، خلاص كسبنا خدنا البطوله، نجيب ضربه الجزاء دي خلصنا. فهو واصحابه راحوا خارجين بره البتاع، خلاص خلصت يعني. بيقول لي مشينا في الممر، مفيش دقيقتين لقينا حرفيا الملعب لا الارض فعلا بتهز تحتهم. الساعات اللي كانت 100,000، كانت كان في اليوم ده مش عارف 120 130,000. حتى هو في سجلات الكاف الماتش ده يمكن مش عارف هو اكتر مباراه حضور الجماهير في تاريخ البطوله. ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، مش عارف، تقريبا نادر السيد صدها او جت في العرض حاجه كده يعني، المهم الكوره ضاعت. وحتى هذه اللحظه والدي ندمان انه ما شافش اللقطه دي لايف. اه طبعا. فهي دي بقى لحظه، هي مش فكره كوره دلوقتي، هي فكره ان انت لحظه معينه فوتها وانت حاضر من بعد صلاه الجمعه لغايه اخر اليوم كله انت قاعد في الكرسي. اللحظه الوحيده اللي فوتها هي اهم لحظه، السوكسي بتاع البطوله كله. هي دي، هو الزمالك كان بالنسبه لنا هي الحتت دي، القصص اللي هي بتاعت الايه، الانسان. الكوره كلها بالمناسبه الناس بس مختصراها في فكره فلان جاب جون وفلان لا، الكوره فيها انسانيات والله. انت حتى لو طلعت نفسك بره الموضوع، انا بالنسبه لي كاحمد انا ما شجعتش كوره من بعد بورسعيد والدفاع الجوي، تمام. بنشجع بنتبسط، فلان كسب فلان خسر تمام، بس ما مش بقاش بنفس عندنا الحماس الشغف الاول. والحماس اللي كان موجود. ده اكبر دليل على ان الموضوع انسانيات. لا الموضوع مش ان فلان كسب وفلان خسر بس. للاسف الشديد دلوقتي بدا الموضوع يدخل في سكك تانية مش لطيفه يعني. بس ككوره وكزمالك، نرجع لقصه البالطو. البالطو ده انا اتقدرت بسببه كتير. هو جت في دماغي كده، مش دي حاجه بيضاء؟ ما ينفعش، لا يستقيم اي شيء ابيض بدون خط حمر في الحياه في الفتره دي. اي حاجه بيضاء لازم تحط فيها خط حمر. وما كانش بس البالطو بالمناسبه، كشكول ابيض بتاع محاضره يبقى يلا حط فيه خط حمر. مش اي حاجه الزق فيها خط ونملة حمر. بقى. فازاي بتحضر سيكشن ببلطو فيه خطين حمر؟ كنت بحضر، يا اما بطلب من السيكشن، يعني خلاص بقى امر واقع، المعيدين تقبلوه يعني، اليوم هسقط من عدم الحضور او من الغياب يعني. خلاص احضر وخلاص. فكانت فتره لذيذه، وكان الدماغ رايقه برضه شويه عن وشغف الكوره مفيش شغف بيضاهيه اعتقد. لان هو مش ملوش حسابات، وانت كجمهور انت مش طالب حاجه من حد، ملوش كبير، مش بتكسب منه. وانت مش كسبان حاجه فعلا ومش طالب حاجه يعني. انت كل اهتمامك بالموضوع انا عايز الكره تدخل في تاريخ الموضوع. بالمناسبه انا لما حتى والدتي تيجي لما كنت زمان اتعصب على ماتش أو حاجه، ما يدوا الكره لكل واحد يلعب بيها شويه يعني، عارف اللي هو ايه، هذه الفكره البسيطه اللي هو الناس بتجري ورا حاجه هم مدوره. اللي هياخدوا الكاس مش انت. بالظبط كده. وبالمناسبه منطقيه، هم فعلا بياخدوا الكاس مش انت، هم بياخدوا يعني ربنا يزيد الجميع، هم ده المهنه بتاعتهم. هذه الفكره البسيطه ان احنا بناخد بس 22 بني ادم بيجروا ورا الفرحه، حاجه وانك ورا تشوف حاجه واحد مدوره ما فيهاش منافس، حاجه زميل منافس ليك تقابله بكره وانت مثلا. بالظبط كده. فحياه كامله، الموضوع مش كوره بس يعني.